انت ازاي لسه ما عملتيهاش لحد دلوقتي؟ انا بقيت كل اسبوع اعملها من جمالها وسهولتها، وكمان ما بتكلفنيش حاجه خالص. عملتها بالمانجا وعملتها بالفراوله، وكمان النهارده عملتها بالتفاح. فاضل ايه تاني بقى؟ قولوا لي في الكومنتات. بصراحه انا بقيت مدمناها من جمالها يا جماعه، حاجه كده تدوبوا في جمالها، والله لازم تجربوها. اول حاجه هنعمل اسهل كيكه في العالم، اسبونج. 5 بيضات، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، عليهم نص كوبايه من السكر، عليهم نص كوبايه من الميه، كوبايتين 2 من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، نص كيس بيكنج باودر، ومعلقه كبيره هرميه من المحسن الجل، وده اساسي وضروري معايا. وطبعا الدقيق والنشا لازم ننخلهم كويس جدا. كله على بعضه يا جماعه هنروح نضربهم في المضرب الكهربائي او العجان لمده 7 دقايق لحد ما الخليط معاكي يبقى بالشكل ده، ومفيش مكون من اللي انا قلت له ينفع نغير فيه او نشيله ونستبدله باي حاجه تاني، عشان تحصلي على احلى كيك اسفنجي باسهل وابسط المقادير. حطيت الخليط بتاعي في صينيه مقاس 30 في 40، حط عليها ورقه زبده فقط من غير ما ادهنها اي ماده دهنيه، وبعدين دخلتها الفرن حراره متوسطه 180، رف اوسط. خدت حوالي من 15 ل 18 دقيقه وبتخرج. بجيب بقى العلبة اللي انا هشتغل فيها واقطع الكيك على مقاس العلبة بالظبط. جبت كوباية مية سخنة، وبعدين حطيت فيها باكت من جيلي التفاح، قلبت الجيلي كويس جدا، دوبته في المية السخنة، وبعدين هنزل عليهم بكوباية مية ساقعة متلجة. في الوقت ده طبعا كانت الكيكة بتاعتي بردت. بقلب الخليط الجيلي كده مع بعضه، وبجيب العلبة اللي انا هشتغل فيها دي، بتتباع عند اي محل مستلزمات تغليف. حطيت بس نص كمية الجيلي، النص التاني لسه في الدورق بحرارة المطبخ هسيبه. اما اللي في العلبة دخلتهم الفريزر لمدة نص ساعة عشان يجمد معايا بسرعة. عايزة اوريكم بقى شكل الكيك الاسفنجي. الكيكة الاسفنجي ما شاء الله طلعت معايا الكمية دي. طلعت منهم رقين من الكيك عشان هعمل بيهم التورته، والباقي حطيته في كيس وهدخله الفريزر. بينفع معايا في اي حاجه تانية، يعمل لي تورته تانية كمان. بصوا بصوا الهشاشه يا جماعه بتاعت الكيك الاسفنجي عامله ازاي. بجد انجح كيك اسفنجي تعملوه في حياتكم. انا كاتبه لكم المقادير بالجرامات وقلتها بالكوب عشان اللي حابب يعملها. هنا كان الجيلي مسك معايا بعد ما حطيته في الفريزر حوالي نص ساعه. ما كانش عندي بقى تفاح بس كان عندي كيوي. قطعت الكيوي كده حلقات، وابتديت ان انا رصيتهم عليها. قلت الكيوي هيمشي برده مع اللون الاخضر ده، وابتديت ان انا احط نص كميه الجيلي التانية اللي هي بحراره المطبخ، بس بالراحه كده بشويش عشان الكيوي ما يتهزش او ما يتحركش من مكانه. وبرده بتحرك برده على ما دخلته الفريزر كانت زحزح شويه من مكانه، بس مش مشكله. المهم بعد ما دخلته الفريزر للمره التانية نص ساعه كان جامد معايا بالشكل ده. في الوقت ده بقى كنت ضاربه نص كوبايه بس كريمه خام، عليها معلقتين كبار من السكر، عليها كوبايه الا ربع من الميه الساقعه المتلجه، وضربتهم مع بعض. اداني كميه كريمه هتكفي العلبه دي. حطيت طبقه من الكريمه، حطيت كمان طبقه من الكيك، وبعدين هنا كنت بسقي الكيك بقى بسيرب خفيف، ميه بسكر يا دوب، بس يعني كوبايه ميه عليها 3 معالق كبار من السكر، وقلبتهم وبسقي بيها كيك سقيان خفيف. ادي انتوا شايفين ان الكيكه اصلا مش محتاجه تتسقي، ولكن برضو عشان هتبات في التلاجة حبيت ان انا اسقيها. عملت طبقه كريمه تانية فوق الكيك، وبعدين طبقه كيك تانية، وسقيت الكيك. وادي شكل العلبه وشكل الطبقات. هدخل بقى الكلام ده التلاجة لتاني يوم عشان اقلب بقى العلبه دي. بحط ميه سخنه في صينيه واعد 3 ثواني فقط، واقوم شايله العلبه عليها، واجيب طبق واقوم قلبها. بتتقلب معاكي بكل سهوله وبساطه. شايفين اهو. مجرد بس اسحبي بقى العلبة بالراحة. دي أصعب لحظة ممكن تمر بيها، بعملها كتير جدا، ومع ذلك لازم كل مرة ببقى خايفة برضو. شايفين جمال التورتة؟ والله تورتة سهلة وبسيطة، ما فيهاش أي إمكانيات ولا خامات ولا أي حاجة تكلفك خالص، غير هي نص كوباية الكريم شانتيه وباكو الجيلي، وكمان معلقه المحسن دي هتجيبيها من عند اي عطار بيشتغل في محسن. قوليله عايزه ب10 جنيه ب20 جنيه هيديكي. شايفين التورته او قطعه الجاتو؟ حاجه كده تفتح النفس والله يا جماعه، وهشه وطعمها اكنها جايه من محل فخم جدا، منعشه وحلوه في الصيف اللي احنا فيه ده. لازم تجربوها واكتبوا لي في الكومنتات المره الجايه اعملها لكم بطعم ايه.